طبعا هذا مو أنا أقولها. تقول لي سيدنا لماذا تتهم المحدث الاسترابادي هذا المعنى؟ أقول الآن أقرأ عبارات لمحدث آخر على شاكلة من؟ على شاكلة الاسترابادي، يعني معتقد بنظرية من؟ الأخباريين، ومع ذلك لم يتحمل من؟ الاسترابادي. شوف بعد قد هذا متطرف صاحب الفوائد المدنية اللي المحدث البحراني في الحدائق هي يذكر اسمه يقول وغفر الله له وغفر الله له. تدرون هاي غفر الله له شنو معناه؟ يعني انتم تعرفون في الاصطلاح الحوزوي من تقول وغفر الله له بدل ما تشتم تقول شنو؟ تقول غفر الله له، ما تقدر تسوي شيء. الآن أقرأ لكم بعض العبارات من المحدث البحراني. المحدث البحراني أعزائي في الجزء الأول من الحدائق الناظرة صفحة 170 أعزائي، صفحة 169 170، يقول: فإنا نرى أن كلا من المجتهدين والأخباريين يختلفون في آحاد المسائل. هذا طبيعي، أصلا سنة الحياة هي ماذا؟ هي الاختلاف أعزائي الله، ولذلك خلقهم. أصلا الله سبحانه وتعالى واحدة من أمور التي جعلها سنة هي الاختلاف. يختلفون في آحاد المسائل، بل ربما خالف أحدهم نفسه، مع أنه لا يوجب تشنيعا ولا قدحا. وقد ذهب رئيس الأخباريين الصدوق إلى مذاهب غريبة لم يوافقه عليها مجتهد ولا أخباري. عجيب. احنا في شهر رمضان قلنا بابا بيني وبين الشيخ الصدوق هذا آراء شاذة جايب مولانا قامت الدنيا، هذا انتهاك الصدوق. بابا والله بالله هم الأخباريين يقولون قال بأمور لم يقلها لا مجتهد ولا أخبار، يعني الشاذ في المذهب له مو شاذ، هو شاذ بعد هذا، لا مجتهد ولا ماذا ولا أخبار. زين، مع أنه لم يقدح ذلك في علمه وفضله. في علم من؟ الشيخ الصدوق. طبعا الشيخ المفيد لا قال لا يكون هذا إلا من إنسان لا علم له. ما نريد أجيب العبارات الأخرى، لا عبارات جدا شديدة على الشيخ الصدوق. ولم يرتفع منا من محل الشاهد، ولم يرتفع صيت هذا الخلاف ولا وقوع هذا الاعتساف، التعسف في استعمال الحق. انت عندك حق تناقش، ولكنه مو من حقك ماذا؟ ان تتعسف. قاعدة قانونية معروفة، التعسف في استعمال الحق. انت من حقك ان تناقش علميا، ولكن مو من حقك ماذا؟ ان تتعسف. ولا وقوع هذا الاعتساف إلا من زمن صاحب الفوائد المدنية سامحه الله تعالى. وأكثر من التعصبات التي لا تليق بمثله من العلماء الأطياب. متعصب، واقعا متعصب، وأنتم تعلمون التعصب لا يكون إلا عن عمل بصيرة. الإنسان لا يكون متعصبا إلا إذا عميت ماذا؟ بصيرته. لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إذا لم تعمل بصيرة لا يكون متعصبا، يكون منصفا، يكون معتدلا، يكون بمنطق القرآن تعالوا إلى كلمة سواء. أصلا نص القرآن رسول الله يقول لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني يوجد حق عند أهل الكتاب أو لا يوجد؟ إذا لا يوجد حق كيف تعالوا إلى المشترك؟ كله باطل وكله هنا حق. رسول الله لا يدعي لنفسه كل الحق عندي، ولا ما معنى تعالوا إلى كلمة سواء؟